انا غبت يومين اتنين بس، ولما رجعت لقيت السواد ده مستنيني، لقيت المطبخ بالمنظر ده. انا معرفش هما عملوا فيه ايه او بهدلوه بالمنظر ده ازاي. انا عارفه ومتاكده ان 3/4 اللي بيتفرجوا عليا هيخشوا يكتبوا كومنتات سلبيه، وبرضه في رحمه عند ناس كتير، و3/4 هيخشوا ويقول ربنا يعينك، احنا كلنا بنمر بنفس التجربه، وبالذات البيت اللي فيه نعمه الاطفال. انا عايزه اقول لكم ان انا ساعه ما دخلت وشفته بالمنظر ده انا فعلا اتغميت. مهما روقت ومهما عملت لازم يتوسخ، وبرضه بكميه المواعين اللي حضراتكم شفتوها دي لو سبت يوم واحد ما دخلتش فيه المطبخ بيتحول لكابوس بنفس المنظر كده. مواعين الدنيا بشوفها قدام عيني. كذا مره شلت المواعين ديت وقسمتها ل3/4، وحطيت الربع اللي موجود بس ضعيف في المطبخ، وقلت هيستخدمه، وكل اللي هتاكل في معلقه او كل اللي هتاكل في طبق هتقوم تغسل وراها. بس ما حصلش كده خالص. بيني وبينكو عرفت ان مفيش حد هيعمل حاجه غيري، لو مهما رقدتي البيت كله هيتحول لكابوس مش المطبخ بس. انا قلت بقى خلاص هقلع هدومي، وابتديت فعلا البس لبس البيت. بس اول حاجه ابتديت بيها علشان تديني طاقه ايجابيه هي ان اطهر الحوض. حطيت شويه كلور في طبق وعليهم شويه صابون مواعين، وابتديت اطهر الحوض، وبعد كده رميت السلك خالص علشان ابتدي على النظافه. خلاص الحمد لله، وتمت بحمد الله ان انا نظفت الحوض ووصلت يعني نص الدرجه اللي مطلوبه. وخلاص جبت الصابون وابتديت احط المواعين. هنا يا بنات هنضف المواعين على دورين 2، يعني انا محتاجه لوعاء تاني هحط فيه صابون، وحطيت عليه شويه كلور، وابتديت اخدهم الوش الاولاني، لان طبعا اهم حاجه نظافه المواعين اللي بناكل فيها علشان صحتك وصحه اولادك. ده اول وش كده معانا. المحشره ديت او الوعاء ده كان مطرحه رز مدسوس، وكان محشره معرفش بقى بنت من البنات حرقتها ولا ايه اللي حصل، وورتني بصراحه يوم ما يعلم به الا ربنا. ادعك فيها على قد ما ادعك، بس الموضوع كان صعب جدا لدرجه اني خلاص مش قادره بقى، اعصابي اصلا وانا ايدي بتوجعني، فاضطريت ان انا انقعها بشويه ميه سخنين واكمل بقيه المواعين. وده لسه الوش الاولاني. وعاوزه اقول لكم الناس اللي بتتريق على المطابخ البسيطه، يا جماعه المطابخ البسيطه كلها بركه. اهم حاجه الواحده هي اللي بتعمل البركه والجو الحلو في البيت. وطول ما انا شغاله كفايه قوي ان انا بذكر ربنا، لاني بغسل كل طبق بذكر الله. دايما اصلي على الرسول، ودايما اقول سبحان الله وبحمده، ودايما اقول يا رب انصفني ما تكسفني، وتاكدوا انه دايما ربنا بيقف مع الغلبان واللي رامي توكله عليه. انا كده خلصت الوش الاولاني، ولسه اليوم معايا طويل وصعب جدا. ادعولي وان شاء الله ربنا يقدرني واخلصه. واوعوا تنسوا منظر المطبخ، واستنوني عشان اوريهولكم وهو نضيف. والسلام عليكم.